ويا بخت كل اللي معاه واتكنز، واللي فاتوا حلقه النصائح بتاعت الجوله اللي فاتت فاتوا كتير قوي لما نصحتكم بيه وقلت لكم عليه كذا مره، وقلت لكم هيبهدل برايتون، وبرايتون دي تدفعها ضحك، بس ما حدش بيركز. طول ما انت ما بتعملش لايك يا اسطى ربنا مش هيوفقك. فانت اظبطني اللايكات كده هتلاقي نفسك بتاخد نقط حلوه. فاظبطوا لي اللايكات، السبسكرايب، الشير لاصحابكم، ويعني كبروا القناه اللي ما بتكبرش دي، ويلا بينا نبدا. ويعني بصوا بجد يا جماعة، يعني قبل ما نتكلم كده في الجولة عموما، أنا من غير ولادي ولا حاجة. سون وساكا، بص سون بيكسب صلاح للمرة التانية على التوالي، ويعني الناس كلها برضه بتروح لصلاح، وصلاح هو اللي معاه نسبة الملكية وهو اللي سعره بيزيد. سون الحمد لله ماشي بخطى خطى ثابتة، يعني واثق الخطى يمشي ملكا. فاللي هو يكسب في الجولة اللي فاتت، يكسب الجولة دي، وإن شاء الله يفضل يكسب كده كل جولة. اما بقى بالنسبه لابني التاني المحترم الراجل، اللي انا قعدته دكه يا جماعه بالمناسبه، يعني انا قعدت ساكع على الدكه للاسف الجوله دي. بس يعني هو يعني بجد محترم يا جماعه، بجد والله محترم، جاب جون وساب ضربتين جزاء. ربنا يعين كل اللي لعب بساكا في الجوله دي بصراحه، دي حاجه تشيل. بس بالنسبه لي انا بشكره يعني. تخيلوا كده كان ممكن يجيب ضربة جزاء وضربة جزاء، ضربتين جزاء كانوا معاه، وهو ما يزال المتخصص بتاع ضربات الجزاء. هو حرفيا بيوزع من مال امه، عارف اللي هو خد يا اوديجارد ما بتجيبش جوان، واوديجارد لحد دلوقتي في الموسم جايب جونين ضربتين جزاء. المهم يروح هافرتس انت معوق وما بتعرفش تجيب جوان، طب حط انت كمان يلا. ساكا ابني حبيبي انقذني والله انقذني. ده لو كان جاب هاتريك كنت هروح في داهيه حرفيا وهو قاعد على الدكه كده. فشكر خاص جدا لساكا. ده قبل ما ندخل على ماتش ارسنال، بس لازم اقدم الشكر ده يعني دلوقتي. فنبدا كده باول ماتش في الجوله، ماتش استون فيلا ضد برايتون. وانا يعني اكيد ما كنتش اتوقع نتيجه زي دي، ومحدش كان يتوقع نتيجه زي دي، بس انا كنت واثق ثقه عمياء ان استون فيلا هتجيب جونين ثلاثه في الماتش ده. هتخسر، هتكسب، هتتعادل، هيبهدلوهم اجوان. برايتون دي يدفعها ضحك، اي فرقه عندها بربع جنيه هجوم هيبهدلوها. ويعني بجد والله يا جماعه، يعني ستوبينان ده يعني والله بغض النظر عن الجون اللي جابه في نفسه هو رائع هجوميا، بس يعني عارف اللي هو انت بتعتمد على مدافع لازم يجيب لك اجوان كل ماتش، هو اكيد عامل اللي عليه وزياده. بس انت مش هيفضل طول الماتشات كل ماتش يعمل لك اسيستات، ما تبقاش جاحد بقى. ده انت المهاجمين اللي عندك مش عارفين يجيبوا لك اجوان، معتمد على مدافع لازم يجيب لك اجوان كل ماتش او اسيستات يعني. لا. فاستون فيلا يعني واتكنز يعني شفط كل الاجوان اللي في الدنيا، هاتريك واسيستين، اللي هو يا عم ارحمنا يا عم ارحمنا يا عم ارحمنا. ده حاجة صعبة بجد والله، والله حاجة صعبة. هاتريك واسيستين، ديابي بيعمل اسيستين، كاش بيعمل اسيست، وزي ما قلت لكم مفيش كلينات، بس كاش اهو يعني برضو ظبط الناس شوية باسيست كده. يعني حتى اللي دخل رمزي يجيب، ودوجلاس لويز يجيب، فكله بيجيب يعني. حتى جون برايتون والله الناس اللي لعبت بدفاع استون فيلا يعني المفروض يزعلوا برضو، لان الجون ضحك. الجون والله حرفيا انا واثق ان الجون ده تسلل. يعني انا شايف ان الجون الكرة جايه من جواو بيدرو، وبالفعل الموقع نفسه حسب الاسيست لجواو بيدرو. هو في الفار كان حسب الجون ان هو جاي من المدافع، ما حسبوش تسلل، لكن هو بالفعل تسلل، خاصة ان الموقع نفسه بيعترف ان ده اسيست جواو بيدرو. فالجون ده مضروب اصلا، فكان المفروض استون فيلا كانت تطلع كلين. بس الحكام اللي احنا برضو هندخل عليهم في السكة يعني في الماتشات الجاية، فضايح اكتر في الماتشات الجاية. فندخل بقى على الماتش بورنموث وارسنال. ويعني ساكا خلصت فيه كل الكلام، رجوله 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 انت ساب ضربتين جزاء كنت هروح في داهيه، يعني من غيره كنت يعني كان زماني في الملايين تحت دلوقتي. بس يعني اشكره من مكاني هذا. ارسنال بتطلع كلين شيت. رايا بيظبط الناس. انا والله بجد بجد رايا ده يعني افضل حارس بالنسبه لي عموما في الفانتازي، لو ضمنت ان هو يفضل يلعب اساسي كل ماتش. يعني بجد راجل محترم وابن ناس. وايت جاب جون، اوديجارد يجيب جون واسيستين، منهم اللي هي ضربة جزاء اللي هو جايب ضربة جزاء وصانع ضربة جزاء اللي هو اللي وقع ويجيب ضربة الجزاء، وبرده فاول واللي هو على راس وايت. فيعني برضو اوديجارد ظبط الناس، بس ما زلت عند رأيي اوديجارد مش لاعب فانتزي، ما تروحوش تجيبوه.
ندخل على ايفرتون ولوتون عملت الماتش العمر يا جدعان وكسبوا. ما هو ايفرتون دول يعني هم عرر، واللي هم ايه يا دوبك لعبوا ماتش سكسي فوتبول قدام برينتفورد اللي انا جاي لهم في السكه، برينتفورد العرر ماشي. فلوتون بيكسبهم وعلى ارض ايفرتون و2-1، وحتى الجون اللي دخل بتاع ايفرتون كان جون كده، كان والله ممكن كان لوتون تطلع كلين. وانا ما زلت برضو بقول لكم لوتون بالنسبه لباقي الفرق اللي صعدت اللي هي بيرنلي وشيفيلد، لوتون عندها دفاع يعني مش دفاع قوي بس دفاع كويس، يعني مش هيدخل فيهم 5 6 جوان مثلا لو ماتش فتح. هم فرقه يعني كويسه منظمه شويه، يعني ايه هم حتى لو ملط بس ايه ملط هجوميا، لكن دفاعيا فيهم الامل شويه. فان شاء الله ففي جولة الدبل اكيد يعني قصدي لسه فاضل ماتش في الدبل ده، جولة الدبل ايه ممكن برضو يظبطوا الناس. يونايتد وكريستال بالاس، ويونايتد دول بجد والله يا جماعه، قبل يونايتد يعني ده يا جماعه موريس بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش جاب لكم جون ولسه في ماتش تاني ممكن يظبطكم، بس حتى لو ظبطكم بيعوه يعني عشان خلاص يعني لوتون هجوميا مفيش. ندخل بقى على يونايتد وكريستال بالاس، ولا حياة لمن تنادي بجد والله، والله انا اسف انا بعتذر لكم من مكاني هذا لو نصحت بلاعب من يونايتد بجد، لا لا. انا قلت لكم وهقولها في حلقه النصايح بتاعت كل اسبوع، بلاش لعيبه يونايتد وتشيلسي، بلاش لعيبه يونايتد وتشيلسي، بلاش لعيبه يونايتد وتشيلسي، هعيدها 5000 مره كل حلقه. بجد يا جماعه راشفورد ده مبطل كوره، لاعب والله العظيم بدأ الموسم مبطل كوره، والناس قالوا لي اصبر عليه ده جوله والجوله اللي جايه هيشتغل، الجوله اللي جايه هيشتغل مفيش. برونو فرنانديز ها يعني مش وحش قوي بس ما برضو ما فيش. دفاعيا يا جدعان والله العظيم يا جماعه، وان انا ده لا حول ولا قوه الا بالله. الناس كانوا بس بيقعدوا يشتموا في دخيه، ما يعني اونانا ده طول الماتش ما تشاش عليه غير ركنيتين تقريبا اعتقد، يعني لم تخني الذاكره، وما عملش غير تصدي، يعني تصدي وكره دخلت فيه جون، جون يموت من الضحك اساسا. حاجه منتهى العره، ماتش على ارضهم قدام كريستال بالاس، كريستال بالاس لحد دلوقتي جايبين 7 اجوان او 6 اجوان ايا كان، ادوارد جايب منهم 5، وادوارد ما كانش بيلعب، يعني انت عايز ايه اكتر من كده يا راجل، يا راجل الماتش على ارضك يا راجل، مش عارف حتى تطلع 0-0، حاجة سيئة بجد. ما هو طول ما مدرس التربية الوطنية والاخلاق والاخلاق الحميدة ده موجود، الفرقة دي مش هتفلح والله العظيم، هيفضل كل يوم يربي لك في لعيبة يربي لك في لعيبة، ومش هيلاقي لعيبة يلعب بيها اساسا. فيعني والله لا حول ولا قوة الا بالله، وربنا يكون في عون مشجعين يونايتد، يعني ما عنديش تعليق تاني على الماتش ده. نيوكاسل و الفرقة العجيبة اللي كانت معاها دي، مهم يعني نيوكاسل قدام بيرنلي مفيش هجوم مفيش دفاع مفيش اي حاجة هجومية، هم بيلعبوا بطريقة كويسة يا جماعة بس مفيش تريبيه ظبطنا اسيست وكلين و3 بونص، هو ده تريبيه بتاع الموسم اللي فات، انا كنت بعنفك يالا، كنت بعنفك يالا. وعلى فكره معلش يعني دي مش حركه يعني مش خبث مني والله، بس انا جبت يعني انا عارف الحلقه اللي هي قبل اللي فاتت شتمت لكم في تريبيه، بس انا جبت تريبيه في الجوله دي وكان مظبطني فيها، فيعني الحمد لله تريبيه يعني مظبطنا خالص. تريبيه كويس جدا الفترة الجاية، يستاهل فلوسه، وهو ده المدافع الوحيد الغالي اللي يستاهل فلوسه، مش الترند الاسكندر الاكبر اللي قاعد معرفش مريح، ولا حتى لما بيلعب يعني كده كده ما بيطلعش كلين، وكده كده ما بيطلعش باسيستاية، فمفيش يعني. فده بصراحة تريبيه اللاعب الوحيد اللي يستاهل فلوسك، لو مش هتقدر تجيبه خلاص ما تموتش نفسك يعني عليه، ما تدمرش فرقتك، وهات مدافع عموما من نيوكاسل يعني. وبالمناسبة بوتمان مصاب وهيغيب فترة، يعني حتى بعد التوقف الدولي لما هيرجع هيكون برضو غايب، فيعني بوعوه يعني. ندخل بقى على ويست هام وشيفيلد، ويعني ويست هام الجدعنه والرجوله، قبل ويست هام ايزاك يا جماعه جون ضرب الجزاء ضربه على القفا، والله ايزاك ما زال مش عاجبني. الميرون جون، ويا سبحان الله يا جدع يا سبحان الله اسيست جوردن اللي انا قلت لك ايه، ارجع بقى لحلقه النصيحه، قلت لك جوردن معاه 4 كروت 0 وهياخد كارت اصفر في الماتش ده، مع ان الماتش سهل يعني، الماتش مش محتاج مثلا تدخلات عنيفه ولا اعتراضات ولا اي حاجه، بس هو لازم ياخد كارت اصفر،
لازم ياخد كارت اصفر، عامل زي مايكل جاكسون مهاجم تشيلسي. فيعني خلاص بقى يا جدعان، يعني خلصوا منه، لان هو حتى ما هيرجع هياخد كروت صفرة برضه تاني، وهتلاقيه بيتوقف تاني. فيعني فككم من الكائن ده. والميرون لاعب بيستاهل انك تبص عليه بصراحة. بالنسبة بقى للماتش اللي هو بعديهم، شيفيلد وويست هام، وبصراحة بوين ده قمة في الرجولة، جون بيظبطك بالجون. وانطونيو عمل اسيست، كوفال عمل اسيست، وكوفال ده انا نصحت بيه ناس كتير على صفحتي على الفيس. بجد كوفال لاعب رائع، وعامل مش عارف اسيستين ثلاثة في الموسم، محدش باصص عليه اساسا يا جدعان، محدش واخد باله منه، وده هنتكلم عليه في حلقة النصايح. اريولا رجولة الرجولة، قلت لك اريولا لما لعبتش بيه في الماتش ده هتلعب بيه امتى؟ رجولة رجولة، جاي الاربعة مليون التمام الحلوين، ويجيب لك الكلين زي الفل، زي الفل يا جدعان. ندخل بقى على وبالنسبة بقى لورد براوس، انا قلت لك بلاش كلام فاضي بقى يا جدع. وورد براوس ايا كان هو لاعب خط وسط، يعني بيساهم تمام، عارف والله، بس يعني هو مش مطالب انه يعمل كده، لكن بوين مطالب. بوين هو الجناح وهو نجم الفريق، هو اللي مطالب ان هو يجيب اجوان، عشان كده ده اللي انا بفضله. والاتنين بنفس السعر يا جدعان، طب ما اروح بقى، يعني اروح اتنين فرق صغير قوي بينهم، يعني 7 من 10 تقريبا، ولا مليون بالكتير قوي، فليه ما اروحش يعني مع النجم بتاع الفريق اللي هو اساس الفرقة هجوميا. ندخل على وولفز وكريستال وسيتي، وهالاند العره، ودفاع سيتي عره، وفكك من دفاع سيتي، ودي برضو اكيد اقولها في حلقه النصائح، فكك من دفاع السيتي، دفاع لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه ده؟ ولفرهامبتون دي يا جدعان ما بتجيبش جوان عموما، يعني حتى لما بيلعبوا حلو ما بيعرفوش يجيبوا جوان، يعني حتى شوفوهم في ماتش كان قدام لوتون، والله يا جدعان جابوا جون كده، كانوا يعني كان لوتون هتطلع كلين لاول مره قدام فرقه يعني اللي هي زي وولفرهامبتون. الفاريز الحمد لله انقذنا بجون واخد بونص، فيعني شكرا يا الفاريز. هالاند عره، وبجد يا جماعه هالاند برضو في مش لازم كل ماتش بكابتنه هالاند، مش لازم، مش لازم، ده مش قانون. ما تقعدش تخاف من النسبة، في ناس كتير بتاخد اكتر من، بتجيب نقط اكتر من هالاند، وشوفوا من اول جولة لحد دلوقتي مش هتلاقي هالاند الاعلى نقاطا تقريبا غير مرة تقريبا حاجة كده، فيعني مش قانون ان انت تكابتنه كل جولة. توتنهام وليفربول، ما بقول لك ايه بقى، صياح اقترب يا مشجع ليفربول، صياح اقترب. ماشي. الموسم اللي فات جوتا كان ادى بروك كيك، ده الفينش بتاع شيماس على الدماغ بتاع سكيب، الحكم ما بصلوش، وبعديها بكام دقيقة جوتا يجيب الجون في اخر ثانية في الماتش، وليفربول بتكسب، محدش اتكلم، وقالوا اخطاء التحكيم متعة الكورة. يحصل الخطأ بقى، لا 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 لا، توتنهام دي فرقة التحكيم يا جدعان، توتنهام فرقة التحكيم، والفيس كله مقلوب بقاله يومين ثلاثة، يعني عارف اللي هو انا بصور الحلقة النهاردة يوم الاثنين، لسه الفيس مقلوب على على الاخطاء التحكيمية، مع انه خطأ واحد، هو خطأ اثر اكيد، بس خطأ واحد. الطردين سلام 100%، وجوتا ده لاعب عنيف ويستاهل ان هو يتطرد. جونز يعني يعمل ايه اكتر من كده عشان ياخد كارت احمر؟ يعني ما كفايه تطبيل يا جماعه، يعني مش عشان انت بتشجع الفرقه لازم تطبل، يعني عادي، انا بشجع توتنهام وبقول ان هم عادي في ماتشات عرر، وفي لعيبه بتبقى وحشه اقول عليها وحشه، ولو في حاجه علينا بتكلم، وهو بتكلم. الجون بتاع دياز جون ما كانش حتى محتاج فار، جون سليم مليار في المية، واكيد كان هيأثر، ما بعترف بده، اكيد كان هيأثر. صلاح كان عمل اسيست اللي هو بتاعت الجون اللي هو راح ده، بس اهو برضه حتى لو يا عم الجون اتحسب، صلاح اسيست، سن جون، واخد بونص، ولا ما خدش بونص، بس برضه نقط اعلى من صلاح، فبرضه سن كسب حتى لو الاسيست لو الجون ده كان اتحسب فانتازيا يعني. آه ليفربول ما زال دفاعها، يعني الفريق لعب لعب رجولي، وشابوه لفرقه ليفربول، فرقه هتبقى منافسه قويه جدا على الدوري. توتنهام الفترة الجاية ركزوا عليهم، ماتشات هتحلو وتبقى سهلة كده وهتبقى حلوة، هتحتاج ان انت تفكر في 3 كمان من توتنهام. وبرده ليفربول الفترة الجاية برده ماتشاتها هتحلو، لازم تفكر انك تجيب لعيبة منه. آم، سون جاب الجون، بيدرو بورو عمل اسيست، بيدرو بورو ودوجي ده هندخل فيها في مقارنات في حلقة النصايح بقى.
ليفربول اللي هو الجون جاكبو، خدوا بالكم جاكبو هيغيب بتاع 6 اسابيع غالبا، فالمداورة هتقل، ففي لعيبة هنبدأ ان احنا نفكر فيها، وعشان المداورة هتقل ففي لعيبة هتبقى كويسة جدا الفترة الجاية ان احنا نجيبها وضامنينها ان مش هيبقى فيها مداورة يعني. اخر ماتش معانا وهو الماتش بتاع امبارح، نوتنجهام فورست وبرينتفورد. مبويمو عره، ويسا عره، وقلت لكم الفرقه دي عره بدليل ان هم خسروا بسكور قدام ايفرتون، وايفرتون بهدلوهم، وايفرتون على ارضهم بيخسروا قدام لوتون، وده بيبين لك قد ايه برينتفورد بقت فرقه ملط، ودفاعيا مفيش، دفاعيا ملط. يعني كانوا بيلعبوا نوتنجهام فورست اللي هم مش افضل شيء هجوميا كمان، طرد منهم لاعب في الدقيقه حاجه و50، يعني لعبوا كل ده ناقصين لاعب وبعرضه ما عرفوش يكسبوهم. فده يدل على ايه؟ ده يدل ان هم ملط دفاعيا وملط هجوميا، فالفرقه من ساعه ما رايا مشى الفرقه راحت في داهيه بصراحه، خاصه دفاعيا. ده مش حارس مرمى اساسا. يعني نوتنجهام فورست ما شاطوش غير شوطه واحده دخل جون، هو كل ماتش ما مش هيتشاط عليه غير شوطه بتدخل فيه جون. بالنسبه نوتنجهام عملوا ماتش رجولي ان هم قدروا ان هم يمسكوا نفسهم. اما بالنسبه للفانتزي يعني كفايه ان أنا اقول لك ان اللي جايب الجون هنا دومينجيز واسيست تافولو، ما فيش بني ادم جايب الاثنين دول. وفي الناحيه الثانيه نورجارد جون، جينسن اسيست، هو برضه محدش بيجيبهم تقريبا. جينسن ممكن يكون في كام بني ادم جايبه اللي هو عيلته وكده، غير كده مفيش. فالحمد لله بالنسبه لي الجوله دي اتظبطت جدا، يعني الحمد لله جبت نقط حلوه جدا الجوله دي وطلعت جامد في الترتيب. فقولوا لي انتوا اتظبطتوا الجوله دي ولا لا، ويعني قولوا لي جبتوا كام نقطه بقى في الجوله وطلعتوا ولا نزلتوا في الترتيب. واظبطوا لي لايكات والسبسكرايب والشير